تمنية المنتخبات العربية بداو الحلم، وتمنية الجماهير كانت كتحلم ببداية مثالية، ولكن الواقع كان مختلف شوية. تعادلات بطعم الانتصار، وهزائم بطعم الصدمة، ولحظات تاريخية غادي تبقى محفورة في ذاكرة الجماهير. واليوم غادي نشوفوا مع بعضياتنا الجولة الأولى ديال المنتخبات العربية، ونشوفوا شكون اللي فاجأ العالم، وشكون اللي ضيع فرصة ذهبية، وشكون اللي خاصو يدير المستحيل باش يبقى في هذا المونديال. والقصة بدات مع المنتخب المغربي. المغرب دخل المونديال وعرض بلي البداية صعيبة، حيت المواجهة كانت ضد البرازيل، واحد من أقوى المنتخبات في العالم، فريق عامر بالنجوم، التاريخ والهيبة. وقبل صافرة البداية الجميع كان كيتوقع سيطرة برازيلية واضحة، ولكن فوق أرضية الميدان كانت عندنا قصة مختلفة تماما. المغرب دخل بثقة كبيرة، بلا خوف وبروح قتالية عالية. الدفاع كان منظم، والوسط كيقطع الهجمات، والهجوم كينتظر أي فرصة باش يسجل. ومع مرور الدقائق بدا البرازيل كيتفاجئ بأسلوب المغرب، والمباراة ما كانت سهلة نهائيا. بالعكس كانت المواجهة متكافئة أكثر من داكشي اللي توقع الجميع. ولكن في الأخير التعادل 1-1 كانت هي نتيجة المباراة، ولكن الإحساس كان أكبر من النتيجة، حيت المغرب ما ربحش نقطة فقط، ولكن ربح احترام العالم كامل. ومن بعد المغرب جا الدور على قطر، منتخب كيحاول يفرض راسو وسط عمالقة أوروبا وأمريكا. المباراة كانت مغلوقة في بزاف ديال اللحظات، وكل فريق كان كيقلب على خطأ صغير باش يحسن. قطر لعبت بذكاء كبير، وبدات كتكسب الثقة مع مرور الوقت، وما كان سهل تواجه منتخب اوروبي بهذا الشكل. ولكن في النهايه المباراه سالت بالتعادل 1-1، نقطه مهمه. ولكن المهم هو ان قطر بينات بلي ما جاتش غير تكمل العدد فقط، وانما جات باش دير شي حاجه في هذا المونديال. ومن بعدها مباشره دخل المنتخب المصري للميدان. المهمه كانت اصعب شويه ضد المنتخب البلجيكي، منتخب فيه نجوم كبار وخبره طويله في المنافسات العالميه. والخوف كان حاضر قبل البدايه، ولكن فوق ارضيه الملعب مصر لعبت بروح مختلف، واللاعبين قاتلوا على كل كره. الدفاع كان قوي، والمرتدات كانت خطيره في بعض اللحظات، والمباراه كانت كتقلب في كل دقيقه. وفي الاخير المباراه سالت بالتعادل 1-1. النتيجه خلات مصر تخرج مرفوعه الراس. ومن بعد جا الدور على المنتخب السعودي. الاخضر كان امام اختبار صعب، واللي هو منتخب الاوروغواي. مواجهه كتطلب تركيز كبير وقوه بدنيه كبيره. اللاعبين ديال السعوديه دخلوا المباراه وهما مركزين، وحاولوا يسدوا المساحات ضد الخصم. وفي كل مره الاوروغواي كيقربوا، السعوديه كترجع وكتنظم الصفوف ديالها. مباراه اللي كان فيها صبر كبير وقتال حتى الاخر دقيقه، وفي النهايه خرجوا بالتعادل 1-1. نتيجة إيجابية للمنتخب السعودي. ولكن في كرة القدم ماشي ديما كاين الفرح. المنتخب التونسي دخل المونديال بحماس كبير، ولكن الواقع كان قاسي بزاف. المواجهة ضد السويد كانت صعيبة من البداية، كان كل خطأ كيتعاقب عليه المنتخب التونسي، والدفاع التونسي عاش ضغط كبير، والهجمات السويدية كانت سريعة وقاتلة. ومع مرور الوقت النتيجة كبرت، وفي الأخير المنتخب التونسي خسر بنتيجة كبيرة 5-1. ومن تونس غادي نمشيو للعراق. منتخب رجع المونديال بامل كبير، ولكن الخصم كان هو النرويج، ومع ماكينه اهداف سميتها هالاند. ومن اول دقيقه بان الفرق في القوه الهجوميه، والنرويج كانت فعاله بزاف، وهالاند قدر يستغل انصاف الفرص وسجل 2 الاهداف، وقاد بلادو باش يربحوا العراق ب4-1. العراق حاول يقاوم، ولكن الفرق كان كبير بزاف. وهنا غادي تجي واحده من اقوى المواجهات، الجزائر ضد الارجنتين، بطل العالم ومعاه واحد من اعظم اللاعبين في التاريخ ليونيل ميسي. المباراه كانت تحت الاضواء، وميسي ما ضيعش الفرصه، سجل هاتريك التاريخي وكتب فصل جديد في مسيرته الكرويه. والارجنتين ربحت ب3-0، والجزائر خرجت بخيبه امل كبيره. واخيرا قصه خاصه بزاف، الاردن، منتخب اللي كيدخل المونديال لاول مره في التاريخ ديالو. الطموح كان كبير بزاف حتى لو كانت البدايه صعيبه. المواجهه ضد النمسا كانت اختبار حقيقي. الاردن في المباراه خسروا ب3-1، ولكن قدروا يسجلوا اول هدف لهم في تاريخ كاس العالم. هدف صغير بزاف في الارقام، ولكن كبير بزاف في التاريخ. وهكذا سالت الجوله الاولى ديال المنتخبات العربيه، 4 تعادلات و4 الهزائم، ومازال حتى لدابا ما كاين حتى انتصار عربي. ولكن القصه ما سالاتش هنا، حيت كاس العالم باقي طويل وكل شيء ممكن يتبدل في ثواني. والسؤال دابا هو واش المنتخبات العربيه غادي ترجع بقوه كبيره في الجوله الثانيه، ولا البدايه الصعيبه غادي تاثر عليهم. وكره القدم ديما كتقول لنا حاجه وحده، ما كايناش شي حاجه سميتها مستحيل. واش نقدروا نشوفوا المنتخب المغربي ولا اي منتخب عربي كيعاود انجاز قطر 2022 ويوصل لشي دور متقدم في هذا الكاس؟